انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بكبار السن ورعايتهم، أنشئت جمعية المتقاعدين بالقصيم خبرات للرعاية والاهتمام بالمتقاعدين من منطقة القصيم، وذلك عبر تقديم حزمة من الخدمات والمبادرات والمشاريع للمتقاعدين لاستثمار كفاءاتهم وخبراتهم الطويلة وتوظيفها في خدمة الوطن. وفي عام 2022 نفذت الجمعية عددا من البرامج والمشاريع، ومن تلك البرامج شراكة نادي الرائد الرياضي، شراكة نوعية هي الأولى من نوعها مع نادي الرائد الرياضي، يهدف لاستفادة المتقاعدين من منشآت النادي وملاحقه. ملتقى المتقاعدين السنوي، يقام الملتقى بمناسبة اليوم الوطني، ويستهدف المتقاعدين ويتخلله برامج وفعاليات منوعة، وقد شارك في نسخته الأولى أكثر من 500 متقاعد. الرحلات والاستضافات والمخيمات، نفذت الجمعية عددا من الرحلات والاستضافات بمشاركة نخبة من المستفيدين، وأقامت مخيما شتويا لاستضافة المتقاعدين. المشاركات، في شراكة نوعية مع مركز الأمير سلطان للقلب، شاركت الجمعية لتفعيل اليوم العالمي للرجل بعنوان دمتم سندا ورفعة للوطن والأسرة، حيث قدمت الجمعية هدايا لمنسوبي المركز والمراجعين، بالإضافة لمشاركة الجمعية في معرض القصيم للكتاب. واستكمالا لرعاية وعناية المستفيدين، تم تجهيز مركز الأعمال لخدمة المتقاعدين، والذي يخدم المتقاعدين بتنفيذ الإجراءات الإلكترونية لهم. فهذا غيض من فيض وقطرة من منجزات الجمعية لهذا العام، سائلين الله عز وجل القبول والتوفيق. جمعية المتقاعدين بالقصيم، خبرات الرواد في خدمة المتقاعدين.